يا ترى البحر في راس سدر عامل ازاي؟ بحر راس سدر هادي وجميل، لكن طبيعته مختلفة عن أماكن تانية كتير، وده لازم تكون عارفه قبل ما تروح. وده الفيديو الرابع من سلسلة أهم 100 سؤال عن المصيف في راس سدر، فما تنساش تعمل لايك ومتابعة علشان توصلك باقي الأسئلة. في أوقات البحر بيكون مناسب للنزول، وفي أوقات ممكن يتأثر بالمد والجزر حسب الوقت، وما تقلقش احنا كل يوم بنبعت لك أفضل وقت تنزل فيه البحر، بس المهم إن كل يوم في 6 ساعات بالنهار المية بتبقى عالية تنزل البحر وتستمتع، و6 ساعات المية بتبقى قليلة خالص. بس الحاجة الجامدة إن مفيش غريق خالص والموج هادي جدا، علشان كده مهم جدا قبل الحجز تسأل عن طبيعة البحر في القرية اللي هتنزل فيها. وبرضه مهم تختار قرية فيها بدايل حلوة زي حمام السباحة يكون قريب، لاندسكيب وجنينة أو قاعدة مفتوحة وكافيتيريا على البحر، علشان لو البحر مش مناسب في وقت معين يومك ما يقفش. راس سدر مش بس بحر، هي هدوء وراحة وقعدة حلوة مع العيلة. لو عندك أي سؤال عن البحر أو القرية اكتبه في الكومنتات.